السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير دايما. واخيرا بعد طول انتظار ولقد هربنا من اجل هذه اللحظة، البريمير على الموبايلات اخيرا نزل. طيب، وطبعا زي ما كلنا شفنا، واللي منكم لسه ما يعرفش برنامج البريمير اللي هو بتاع الكمبيوتر العادي، اخيرا نزلوا نسخه منه للموبايلات. وحاليا اثناء تصوير الفيديو لسه نسخه طبعا الاندرويد الحزين لسه ما نزلتش. فاكيد طبعا هينزلوها ممكن بعد عرض الفيديو بحاجه بسيطه، الله اعلم. طبعا ما تقلقوش يا بتوع الاندرويد، البرنامج جاي ان شاء الله، لا تقلقوا يعني. البرنامج اول ما يفتحه هيفتح معانا بالشكل ده. فوق خالص على الشريط هنا هتلاقي اول حاجه على اليمين هو السيتنجز بتاعته. هتنزل هنا، دي ما فيهاش اي حاجه مهمه غير اللي هي السند يوسج انفو. دي هتعملها، هي بتبقى معموله اون، اعملها اوف. ليه؟ علشان خاطر هم بيشوفوا يعني التعامل بتاعك في البرنامج عامل ازاي، علشان يحسنوا البرنامج بعد كده وينزلوا الابديتس والكلام لا يعني ارمي يا باشا مش من موبايلاتنا. التاني حاجه وهو الاكونت بتاعك. انت اول ما تحمل البرنامج هيطلب منك ان انت تعمل ساين اب او لوج ان، اللي انت تعمل اكونت داخل الاكونت بتاعك. وده عاده بيبقى الاكونت بتاع الكمبيوتر بتاعك اساسا لو انت عندك اكونت لادوبي. لو ما عندكش هتدوس كرييت نيو وهتكريت اكونت جديد على ادوبي. طبعا هنا دي الهيلب والكوميونتي والحاجات دي. وبعد كده العلامه اللي هي اللمبه دي بيبقى يقول لك ايه الجديد في البرنامج وويلكم والكلام ده. البرنامج عامه يا جماعه فري، ولكن في جزء بس بيبقى مدفوع، وهو اكيد طبعا خاص بالاي اي. في الاي اي بيديك 10 بوينتس. تقدر ان انت لو دوسنا هنا اول ما بتنزل البرنامج بيديك 10 نقاط للاي اي. لكل صوره او لكل حاجه تعملها بالاي اي هي بياخد كريدت واحد بس. فانت يعتبر ليك 10 حاجات تعملها بالاي اي مبدئيا ان انت تقدر تستخدمها. وبعد كده لو خلصت تقدر ان انت تشتري من هنا. انا ما بنصحش ان انت تشتري دلوقتي، لان هي مش احسن حاجه بصراحه، يعني فيها لسه برضو بعض التحسينات اللي هتتحسن بعد كده. الثمان ايقونات اللي هو حطها لك دي الفيتشرز اللي انت تقدر تستخدمها في البريمير الموبايل. طبعا من اسمها واضحه، اللي هو اول حاجه ان انت هتضيف حاجات من الجاليري، الفايل تعمل بلانك اللي هو صفحه فاضيه وانت اللي تضيف انت بنفسك سواء تكست ولا وات ايفر. وبعد كده الاكستراكت اوديو اللي تحت دول بقى الاي اي، والكابشن اللي هو الترجمه، اللي انت بتتكلم بيكتب الترجمه للفيديو بتاعك. ولكن دي طبعا زي ما احنا متعودين من ادوبي، العربي بيجي اخر حاجه، او ساعات ممكن ما يجيش اصلا. واحنا نقعد بقى ايه، ننزل له بلجنز وبتاع وحوارات وهم لسه ايه يعني مش معترفين تقريبا بالعربي. ودلوقتي هنتكلم على اهم ثلاث حاجات في البرنامج، وهي الفيديوز والايمج والميوزك والاوديو والتايتلز والكابشنز. لكل واحده منهم زي ما انتم شايفين فيها اوبشنز وفيها حاجات منفصله. ونبدا اول حاجه بالفيديوز والايمجز، وهي الفوتو لايبراري دي اللي هتفتح لنا الجاليري. اللي بعدها وهي الادوبي ستوك. اللي منكم ما يعرفش الادوبي ستوك، هو زي موقع فيه كل حاجه خاصه بالاسيتس، اللي هي الحاجات اللي بتحتاجها اي مثلا ديزاينر، فوتوغرافر، اي حد بيشغال مونتاج، او الحاجات اللي هو البروفيشنال بيحتاج مثلا صور فيديوهات يستخدمها في الفيديوهات بتاعته. هنا الادوبي ستوك هيفتح لنا الادوبي ستوك بس الفري كونتنت بس. طبعا من اللي منكم يقول لي طب الفري كونتنت يعني هو هيديني 3 4 وانا اختار ما بينهم يعني، فما لهاش لازمه. لا، هنا بيديك حاجات كتيره جدا فوق ما انت تتخيل. تعال بس نجرب ونكتب كارز مثلا ونكتب سيرش في الايمجز. بص، لقى 15292 صورة لعربيات. شوف انت بقى، بص انا عامل سكرول اللي هنا لبكره. انت تزهق مني وتسيب الفيديو وتمشي وانا هيكون لسه ما خلصتش السكرول. انت بس هتدوس على الصورة بالشكل هتدوس اد ايمج، هينزل الصورة بالشكل زي قصادنا كده، وهيضيفها في التايم لاين، وتقدر تستخدمها عادي جدا. واقدر ان انا ادوس عليها، اعدل، اسبليت، اقطعها، ادبليكتها يا باشا، امسحها، اغير اللوك بتاعها. اقدر ان انا اريموف باك جراوند، يعني لو الصوره لشخص وفي خلفيه اقدر ان انا اريموف باك جراوند واستخدم الشخص بس. ايه تاني موجود جديد؟ الساوند تراك. لو بص على الساوند تراك مديك 2223 ساوند تراك. علشان بص انا برضو لو عملت سكرول انت هتمشي وتسيبني والله، وانا السكرول لسه مش هيخلص يعني. وتختار اللي انت عاوزه منهم وتدوس البلس، هيعمل لها داونلود وتقدر تستخدمها فري. وكمان الكوبي رايتس اللي هو اللايسنس بتاعتها، لو جينا دوسنا على اليمين هنا ودوست اللايسنس كود هيديك الكود بتاع اللي هو الميوزك او اللي هو الساوند تراك اللي انت مستخدمها، عشان لو هترفع على اليوتيوب ما يدكش الكوبي رايت.
ساوند افكتس. الساوند افكتس دي برضو الريزولتس بتاعتها 11667، يعني ضخمه. مكتبه يا جماعه، مكتبه ضخمه جدا. وانت لو انت عايز تضيف انت موسيقى من عندك من الميوزك اللي عندك في مثلا الابل ميوزك، تقدر ان انت تدوس يور ميوزك هنا، هيفتح لك الابل ميوزك، وتدوس هنا على السونجز وتقدر تضيف اي صوت انت عاوزه من الابل ميوزك عندك. زي مثلا انا هضيف دي مثلا، صح كده، اجي ارجع انزلها لي على التايم لاين بالشكل ده. اقدر ان انا اقطعها، اعملها دبليكيت، العب في الاوديو فيدز، في الفوليوم والحاجات دي كلها. طول ما انتوا شايفين كده التايم لاين عندي كبير، اقدر ان انا اصغر واكبر، اقدر ان انا ازود المساحه واصغر مساحه الفيديو العرض، اقدر ان انا اعكس ازود مساحه الفيديو لو هو فيديو بالطول مثلا، وازود التايم لاين. لو فيديو بالطول اقدر ان انا اغير الفيديو سواء عرض او طول او اخليه مربع. ازاي؟ لو طلعت فوق هنا، لو لقيت هنا علامه اللي هي في النص على الشمال دي، لو دوست عليها وهي الاسبكت ريتشيو، دي هي مساحه الفيديو نفسه او مساحه الشاشه اللي انت بتشتغل عليها. والميزه كمان هنا ان هو مديك الايكونز بتاعت السوشيال ميديا، سواء مثلا فوتوشوب، الانستجرام، التيك توك، اليوتيوب، الحاجات اللي هي بتستخدم على السوشيال او البلاتفورمز دي بكل سهوله. طب لو انا عايز اشوف الفيديو بتاعي بشاشه فول سكرين، بدوس الزرار اللي جنبيه وهو بيوريها لي فول سكرين، اقدر ان انا اشوف الفيديو كامل. عايز ارجع تاني بدوس الزرار اللي على اليمين ده، بيرجعني تاني في التايم لاين بتاعي. الفيديو ده انا خلصته. طبعا عايز اكسبورته بقى واشوف الاكسبورت نظامه. ادوس هنا على الزرار اليمين فوق هنا عندي على الشاشه، هيديني كل الاوبشن بتاعت الاكسبورت، ومنهم الريزوليوشن بتاعي. هنا يقدر يرندر لغايه ال 4K. طبعا انت لو دوست ال 4K مساحه الفيديو تحت هتكبر. حاجه تانية ان انت تقدر تغير الفريم ريت للفيديو نفسه، طبعا 60 او 30 او ممكن اقل من كده. الكواليتي طبعا كل الكواليتي موجوده، اللو والميديوم والهاي. وبعد كده بدوس اكسبورت فيديو. ولكن في ميزه بقى تانية وزودوها، وهي البريمير ديسكتوب بيتا. البريمير ديسكتوب ده ان انت مش هتاخد بقى الفيديو، انت هتاخد الملفات كلها يعني اللي انت اشتغلت عليها من الموبايل، وهتاخدها هنا بلا كده وتقوم حادفها على البريمير عندك اللي على الكمبيوتر، وتبدا تعدل من الجهاز نفسه الكمبيوتر عندك. لو انت بقى عايز حاجه احترافيه اكتر، وعايز بقى تضيف بقى اللمسات بقى التاتشات اللي هي الجامده من على البريمير على الكمبيوتر بتاعك، تقدر ان انت تبعت سند بروجكت، هيبعت البروجكت نفسه مش الفيديو. ده فيديو انا عملته عن طريق البريمير هنا على الموبايل من كذا فيديوهات انا كنت مصورها. ضفت تكست، ضفت كمان ساوند تراك، ضفت كمان اللي هو ساوند افكت. تعالوا كده لما نشوفه مع بعض، ندوس بلاي، شغال. طبعا الافكت اللي على الصوره، التكست، الفونت، كل ده تقدر انت تعدل فيه. الترانزيشن اللي على الصور، كل انت تقدر تتحكم فيه وتبطئ الصوره زي ما الفيديو كده، بص بطيء، واخد بالك ماشي بالسرعه بطيئه، وهكذا. كل ده تقدر ان انت تعمله دلوقتي من التليفون بتاعك، انت مش محتاج كمبيوتر. لو انت مثلا هتعمل محتوى على تيك توك مثلا او انستجرام او كده، ومحتاج بس انت مجرد انت تضيف تكست، تعدل في الصوت شويه، تحسنه انهانس. لو هتضيف مثلا ساوند تراك، هتضيف ساوند افكت، تعمل مثلا ترانزيشنز بسيطه، كل الكلام ده بقى دلوقتي ينفع تعمله من على التليفون بتاعك، وكمان تكسبورته ل 4K. واللي منكم بيستخدم الايباد، برضو البرنامج نازل على الايباد، نسخه الايباد طبعا هتلاقي علشان الشاشه اكبر، فهتلاقي الصوره افضل واحسن، وهيطلع لك شغل رائع. على الايباد هنا صحيح موجود اللي هو الفاينل كات برو نسخه الايباد، ولكن طبعا زي ما احنا عارفين الفاينل كات هو نسخه فلوس لازم تشتريها، ما ينفعش تنزلها مجانيه باي حال من الاحوال. هي بتبقى باشتراك كمان شهري، مش شراء مره واحده. يعني اللي فعلا هيستخدمها او بيشتغل فعلا على الايباد على المونتاج او حاجات زي كده، ماشي ممكن يشترك فيها. غير كده انت عايز حاجه مجانيه، يوم ما تعدل الفيديو زهقت مش عايز تعدل، خلاص انت زهقت، ما تبقاش انت يعني ملتزم ان انت تدفع شهريا حاجه. برضو هو مش رخيص، هو غالي. والبريمير برضو نازل على الايباد، فانت يعني تقدر تستخدمه من ايا كان يعني.
وقريب جدا برضه هينزل على الاندرويد، فيبقى معاك البرنامج المونتاج بروفيشنال على كل الاجهزه. اللي عنده اي سؤال او اي استفسارات ما تنساش اكتب لي في الكومنتس وهرد عليك في اقرب وقت. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو القادم باذن الله تعالى. سلام عليكم.